أسئلة كتير بتتسأل من أول ما نزل فيلم كي بوب ديمون هانترز. مين هم الفانز الحقيقيين للهانتريكس؟ عندهم كام سنة البنات؟ هل ممكن الساجا بويز يرجعوا؟ وفي صيادين شياطين في أماكن تانية من العالم ولا كله في كوريا؟ النهاردة هنرد على الأسئلة دي كلها وهنكشف شوية معلومات رسمية ومع شوية خيال كده من عندنا. فخليك قاعد، حضر السناب بتاعك ودوس لايك واشترك في الأكاونت لأن الفيديو ده هيكون مليان مفاجآت. يلا نبدأ بأول سؤال. إيه اسم فانز الهانتريكس؟ ده من أكتر الأسئلة اللي بتتكرر يا جماعة. كل يوم بنشوف تعليقات زي إحنا بنسمي نفسنا إيه؟ الهانتريكس نيشن ولا روميز آرمي؟ بس الغريب إن الفيلم نفسه ما قالش رسمياً اسم الفاندوم. وفي ناس كتير بتقول إن دي كانت حركة مقصودة من الكتاب علشان يسيبوا للفانز حرية يختاروا بنفسهم الاسم اللي يعبر عنهم. في اقتراحات كتير ظهرت في المجتمع. بعض الناس بيحبوا اسم هانترز لأنهم بيشوفوا نفسهم كأنهم جزء من الفريق اللي بيحارب الشياطين. وفي ناس بتفضل لايت كيبرز، وده اسم رمزي جداً لأن أغاني الهانتريكس بتنشر النور وبتبعد الظلام، وده شبه اللي بيعمله الفانز لما بيدعموا البنات. وفي طبعاً الفئة اللي بتقول ببساطة إحنا الهانتريكس لأن محدش يقدر يكون فان غيرنا. يعني لحد دلوقتي مفيش اسم رسمي، بس اللي واضح إن الفاندوم عنده روح قوية جداً، واللي بيجمعهم هو الحب المجنون للفرقة مش اللقب اللي بيستخدموه. السؤال التاني، عندهم كم سنة البنات في الهانتريكس؟ السؤال ده بيجي كل شوية من الفانز الفضوليين. رومي وميرا وزوي عندهم كم سنة بالظبط؟ الموضوع مش واضح بشكل رسمي قوي في الفيلم، بس من التلميحات اللي شفناها نقدر نستنتج شوية حاجات. أولاً البنات في الهانتريكس بيظهروا في سن الشباب، يعني تقريباً في أواخر المراهقة أو بداية العشرينات. رومي مثلاً دايماً بتتصور كأصغرهم من حيث المشاعر والتصرفات، لكن نضجها وصوتها بيخليها تبان في حدود 19 أو 20 سنة. زوي بتدي فايب مختلفة، عندها ثقة في نفسها ودايماً بتتكلم بخبرة كأنها عاشقة للمسرح من سنين، فناس كتير بيحطوها حوالي 21 أو 22 سنة. أما ميرا فشكلها وستايلها بيخلوها الأكبر في المجموعة، دايماً عندها كاريزما وقوة شخصيتها باينة جداً، فغالباً في النص التاني من العشرينات. بس خلي بالك، بما إنهم هانترز عندهم قدرات خاصة ومش بشر عاديين 100%، ممكن سنهم الحقيقي يختلف عن مظهرهم. وفي النهاية الفيلم ساد السن غامض عن قصد عشان كل مشاهد يقدر يشوفهم بالطريقة اللي تريحه، سواء كفريق شباب طموح أو كرمز لقوة البنات اللي بيواجهوا الظلام بأغانيهم. السؤال الثالث، هل ممكن الساجا بويز يرجعوا؟ السؤال ده لو اتسأل لأي فان هتلاقي أول رد يا ريت، بس تعالوا نحللها بالعقل شوية. في نهاية الفيلم شفنا إن الساجا بويز اختفوا تماماً بعد المعركة الأخيرة. البعض بيعتقد إنهم اتمسحوا مع انهيار قوة جويما، لكن في مشاهد صغيرة جداً بتخلي النظرية دي مش مؤكدة، زي مثلاً إننا ما شفناش مشهد صريح لموتهم، بس شفناهم بيختفوا في الدخان، ودي حركة معروفة جداً في عالم الأنمي لما المخرج عايز يسيب الباب مفتوح لعودة مستقبلية. وفي كمان احتمال تاني مجنون، إن جينو يكون قدر يحمي أرواحهم في اللحظة الأخيرة، يعني بدل ما يختفوا يمكن أرواحهم اتسجنت أو اتحبست في العالم السفلي، مستنيين الفرصة المناسبة عشان يرجعوا. والأغرب إن بعض الفانز شايفين إن ممكن يبقوا فرقة جديدة، بس مش كساجا بويز، لأ كفريق بشري بالكامل بعد خلاصهم من اللعنة. يعني ممكن نشوفهم في الجزء الثاني The Redeemed. هل ده مؤكد؟ لأ. هل هيخلي الجمهور يتحمس؟ أكيد جداً، لأن مهما كان الساجا بويز كانوا جزء كبير من سحر الفيلم، ورجوعهم ممكن يشعل الدنيا تاني. السؤال الرابع، هل في صيادين شياطين في أماكن تانية من العالم؟ سؤال عبقري جداً. الفيلم ركز بالكامل على كوريا، بس التلميحات اللي ظهرت خلال القصة بتفتح الباب لعالم أكبر بكتير. لما سيلين كانت بتحكي في البداية عن أول جيل من الهانترز اللي حاربوا الشياطين، لاحظنا إنها قالت في كل جيل بيظهر 3 صيادين لحماية عالمنا. خد بالك، قالت عالمنا مش بلدنا، وده مش تفصيلة عشوائية أبداً. يعني ممكن يكون في فرق هانتريكس في بلاد تانية. تخيل معايا مثلاً فريق في اليابان بيعتمد على موسيقى تقليدية وطقوس روحية لمحاربة الظلام، أو فرقة في أمريكا عندها أسلوب بوب روك وصوتهم بيهز البوابات. وحتى ممكن في الشرق الأوسط هانتريكس أرابيك إديشن بأغاني بتدمج الإيقاع العربي مع الطاقة النورانية.
الاحتمال ده رهيب لأنه بيفتح مجال لعالم سينمائي كامل، Demon Hunters Universe. فلو الفيلم الجاي فعلا بيكمل على ده، ممكن نشوف تعاون عالمي بين الصيادين أو حتى منافسة موسيقية بين الفرق اللي بتحمي الأرض من قوى الشر. ببساطة فكرة وجود صيادين في العالم كله مش مجرد احتمال، دي فرصة ضخمة للمستقبل. السؤال الخامس، إزاي النمر والعصفورة نجوا بعد ظهور الهون مون الجديد؟ مش المفروض كل الشياطين يختفوا؟ السؤال ده محير فعلا. في نهاية الفيلم لما الهون مون الحاجز المقدس اتفعل من جديد، المفروض إن كل الشياطين تم طردهم من عالم البشر، صح؟ لكننا شفنا إن النمر والعصفورة لسه موجودين جنب رومي، فإزاي ده حصل؟ في كذا تفسير محتمل. أول احتمال إنهم مش شياطين خالص بالطريقة اللي بنعرفها، ممكن يكونوا أرواح حارسة مرتبطة بقلب رومي مش بقوة جويمة. بمعنى تاني، وجودهم جاي من طاقتها الإيجابية مش من الظلام، وده يخليهم محميين من تأثير الحاجز. احتمال تاني إن هون مون الجديد اللي اتخلق بنهاية الفيلم مش نسخة قديمة من الحاجز، لكن نسخة مطورة. رومي لما غنت الأغنية الأخيرة ما كانت بتيبس الشياطين بس، كانت بتحاول توازن بين النور والظلام، وده معناه إن في بعض الكائنات اللي بين العالمين ممكن تفضل موجودة لو نيتهم مش شريرة. السؤال السادس، إيه اللي حصل لسيلين في النهاية؟ السؤال ده يا جماعة محير كل الناس من أول عرض الفيلم. بعد المعركة الأخيرة شفنا إن رومي والهانتريكس نجحوا في هزيمة جويمات وتفعيل الحاجز من جديد، بس سيلين اختفت تماماً، ولا مشهد وداع ولا أي توضيح لمصيرها. فإيه اللي حصل بالظبط؟ في 3 احتمالات قوية بيتكلم عنها الفانز. الاحتمال الأول، التضحية الصامتة. في ناس شايفة إن سيلين ضحت بنفسها أثناء تفعيل الحاجز، يعني هي اللي ساعدت رومي من بعيد بقوتها علشان الأغنية تنجح، وده السبب ليه ما ظهرتش بعد كده، كأنها بقت جزء من هون مون نفسه، حامية روحية للعالم من جوه. الاحتمال التاني، الانعزال أو النفي. لو نفتكر نظرية سيلين هي الشريرة الحقيقية، يبقى في احتمال إنها تعاقبت أو قررت تعزل نفسها بعد ما اكتشفت إنها السبب في كل الكارثة، وده يفسر ليه اختفت بدون أي كلمة، عشان تبتعد وتحاول تكفر عن ذنوبها. الاحتمال الثالث، التحضير للجزء الثاني، وده اللي أغلب الفانز متأكدين منه. اختفائها المقصود دليل إنها راجعة في الفيلم الجاي، بس في دور مختلف تماماً. السؤال السابع، هل الناس العادية كانوا يعرفوا بوجود الشياطين؟ السؤال ده بيبان بسيط، بس الحقيقة معقدة جداً. في الفيلم معظم الناس بيعيشوا حياتهم عادي جداً، حفلات، سوشيال ميديا، فاندم، ومفيش أي إشارة إنهم عارفين حاجة عن العالم المظلم اللي بيحصل ورا الكواليس، وده مش صدفة، دي كانت جزء من نظام الحماية اللي أنشأته سيلين. الفكرة إن الحاجز هون مون مش بس بيمنع الشياطين يدخلوا، لأ، كمان بيمنع البشر إنهم يشوفوا أو يتذكروا أي حاجة عنهم. يعني لو حد شاف شيطان بالصدفة، بعد لحظات بينسى كل حاجة، وده يفسر ليه الجمهور شايف الهونتريكس مجرد فرقة كي بوب مش أكتر، بينما هم في الحقيقة خط الدفاع الأول عن البشرية. بس في مشهدين بيوضحوا إن في ناس بدأت تشك. لما الطيارة بتاعتهم كانت بتتهز، الناس شافوا حاجات غريبة في السماء، ولما حصلت المعركة في الآيدل أووردز، في بعض الفانز في الكواليس كان عندهم لحظات هو إيه اللي أنا شفته ده؟ فده ممكن يكون تلميح إن الحاجز بدأ يضعف أو يختل، ودي بيفتح باب رهيب للجزء الثاني. فالإجابة القصيرة، لأ، الناس ما يعرفوش عن الشياطين، لكن السؤال الحقيقي هو لحد إمتى؟ السؤال الثامن، هل رومي لسه نص شيطانة بعد ما اتقفل الحاجز؟ السؤال ده مجنون فعلا، وكل الفانز تقريبا اختلفوا عليه. لما رومي غنت الأغنية الأخيرة، الحاجز هون مون اتفعل والشياطين اختفوا تماماً من العالم البشري. بس لما ركزنا في اللقطة الأخيرة كان في لمحة غريبة جداً، العلامات على جسم رومي اختفت لكن مش بالكامل. لو وقفت المشهد على الفريم الصح تقدر تشوف أثر خفيف جداً على رقبتها، وده يخلينا نسأل، هل الأغنية فعلاً طهرتها بالكامل ولا الحاجز بس كبت الجانب الشيطاني جواها؟ النظرية الأولى، رومي اتطهرت بالكامل. في ناس شايفة إن قوة صوتها الممتزجة بمشاعرها الصافية هي اللي خلتها تتخلص من كل بقايا الدم الشيطاني، ودي لحظة رمزية رهيبة، إن صوتها اللي كان سبب ضعفها هو نفسه اللي أنقذها. وده النظرية التانية، الجزء الشيطاني لسه جواها، ده الاتجاه اللي كتير من الفانز بيحبوه أكتر.
رومي اتعلمت تتعايش مع الظلام جواها بدل ما تحاربه، وده يدي مساحة رهيبة لتطوير شخصيتها في الجزء الجاي، خصوصاً لو بدأت تسمع همسات جويمة من جديد من العالم الآخر. وفي كل الأحوال اللي حصل لرومي مش مجرد تطهير جسدي، ده تحول نفسي كامل، من بنت خايفة من نفسها لبطلة بتغني للعالم كله من غير خوف. سواء نص شيطانة أو بشرية خالصة، رومي دلوقتي رمز للتوازن بين النور والظلام. وده كان كل اللي عندنا النهاردة يا أبطال. لو وصلت لحد هنا فأنت رسمياً من أعظم محبي كي بوب ديمون هانترز. قولولي في الكومنتات إيه أكتر سؤال أو نظرية عجبتكم النهاردة؟ هل شايفين فعلاً إن في نسخة ممتدة؟ ولا دي مجرد إشاعة فاندوم تانية؟ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو استمتعتوا، واشتركوا في القناة علشان الجاي هيكون نار. عندنا فيديوهات تحليل، نظريات مجنونة، وتسريبات عن الجزء الجاي اللي محدش متوقعه. تابعني دايماً وخليك جزء من عيلتنا، لأننا هنا في القناة بنغوص جوه عالم الأنمي، مش بس بنتفرج عليه. سلام، ونشوفكم في الفيديو الجاي.